معانا اتنين كباتن، واحد كان بيلعب في نادي الاهلي والتاني كان بيلعب في نادي الزمالك. الكابتن مصطفى يونس قال على الاهلي حاجات مش موجوده، من غير دلائل، من غير اثباتات. لما جم حققوا معاه ما طلعش دليل واحد على كلامه، ما طلعش اثبات واحد على كلامه، بل جمهور الزمالك طلعوا رجل عظيم، عظم فيه، طلعوا على قناه الزمالك، لبسوا تيشيرت الزمالك دوت اللي هو هيجيب حق الناس، وهو معهوش دليل، معهوش اثبات. نيجي الناحيه التانيه، الكابتن تامر عبد الحميد. الكابتن تامر عبد الحميد قال في تويته من شهر 7 ان هو كان قاعد في مكتب كابتن حسين لبيب وقال له هتعمل ايه في قطعه الارض اللي هتتاخد في شهر 8. يعني اصبح ان الكابتن حسين لبيب كان عارف ان قطعه الارض دي هتتاخد. جه من يومين الكابتن تامر عبد الحميد قال يا جماعه ده كده اهدار مال عام. طب الراجل بيتكلم بحقائق وبدلائل وباثباتات، جمهور الزمالك ليه يعمل كده؟ جمهور الزمالك طلعه خاين، طلعه عميل، طلعه انت ازاي بتتكلم كده على الزمالك؟ انت مالكش الحق انك تتكلم اصلا، انت شكلك كبرت وخرفت. الراجل معاه اثباتات ودلائل، طلعوه بيخرف وخاين وعميل. والتاني اللي من الناحيه التانيه اللي معهوش ولا دليل واحد طلعوه بطل خارق. ده ليه؟ عشان غلط بس في الاهلي.